بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الزملكاوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة لكل جماهير نادي الزمالك. اللعيبة اللي موجودة معانا حاليا دي أقل تقدير هي مكملة معانا لغاية يناير. خوان كارلوس أوسيريو المدير الفني اللي موجود معانا مدرب كبير ومحترم وعنده خبرات كبيرة جدا جدا جدا، لكن احنا عارفين كويس ان مجموعة اللعيبة اللي موجودة ما تساعدش حد، ولغايه ما الراجل تجيله تدعيمات ما ينفعش ان احنا نبدا نتهجم عليه او حتى نحاسبه على حاجه، وده بكل امانه. مفيش مدير فني في العالم عنده عصايه سحريه هيقدر يحول مجموعه اللعيبه اللي موجوده في الزمالك دلوقتي للعيبه ريال مدريد مثلا. الفرق قوي واللعيبه فعلا سيئه. ربما ده مش مبرر ان احنا نتغلب من فريق زي ارتا سولار، ولكن في النهايه ده اللي حصل. لا يزال معانا مباراة عودة ولا يزال الأمل موجود. أما بقى بالنسبة للعيبة فاحنا لا نملك كجمهور سوى دعم مجموعة اللعيبة اللي موجودة حتى يناير القادم، لما نشوف ربنا يسهل علينا ازاي، لأن الهجوم على اللعيبة مش هيفيد لا احنا ولا هم. موعد مباراة الإياب أمام أرتا سولار. حدد نادي الزمالك موعد مباراة الإياب أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي في دور 32 من كأس الكونفدرالية. وحدد نادي الزمالك يوم 30 سبتمبر موعد مباراة الإياب على ملعب استاد القاهرة. وطلب نادي الزمالك رسميا بسعة جماهيرية كبيرة قد تصل إلى حوالي 50,000 متفرج للمباراة من أجل تحفيز الفريق ودعمه من أجل تخطي تلك العقبة المبكرة. بيستعد فريق نادي الزمالك لافتتاحية الدوري ومواجهة بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري مساء الخميس المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي. فيديوهات متصورة عن طريق موبايل ولا كاميرا خاصة ولا أي حاجة في الدنيا للهدف الأول لفريق أرتا سولار في نادي الزمالك. هدف فيه غلطة من الأخ محمد صبحي ما يغلطهاش عيل عنده 8 سنين لسه بيعرف مبادئ كرة القدم. مستحيل حارس مرمى المفترض انه حارس مرمى دولي يغلط الغلطة دي ويعمل العملة دي ويتصرف مع الكورة التصرف اللي تصرفه محمد صبحي. بعيدا طبعا على ان خط دفاع نادي الزمالك كان بالكامل سرحان وما كانوش موجودين ومحدش حاول انه يفادي الكورة وهي مرفوعة بالونة خايبة ميعة ملهاش 30 لازمة، فتقع بالطريقة دي ويطلع محمد صبحي والكرة تعدي منه بالطريقة دي، فالراجل يبص يلاقي نفسه هو والشبكة فاضية فيحط الجول الأول. أعتقد إن الزمالك في حاجة لحاجتين دلوقتي لازم يتنفذوا. أولا عودة محمد عواد بإذن الله بعد ما ربنا يشفيه من الإصابة بتاعة رشح الركبة، ده لو كان في إصابة أصلا. ثانيا تغيير محمد عبد المنصف. أنا محتاج مدرب حراس أجنبي كبير عنده خبرات قادر على تطوير أداء الحراس. معلش يعني يا أوسة، ارجع بقى وابدأ من الناشئين لغاية ما تتدرج كده وتكبر. إجراء من أوسيريو عقب الخسارة الأفريقية. كشف التقارير من داخل نادي الزمالك عن قيام الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو بعمل تعديلات في لائحة الفريق، حيث قام أوسيريو بعمل تعديل في بعض البنود الخاصة بمكافآت الفوز والعقوبات في حال الخسارة، على أن يتم اعتماد اللائحة الجديدة من جانبه ومن جانب إدارة النادي وعرضها على اللاعبين من أجل التوقيع عليها. خالد طلعت وإحصائية كارثية عن الزمالك. كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن إحصائية كارثية تخص دفاعات نادي الزمالك. خالد طلعت وعبر حسابه على تويتر كتب: الزمالك هو أكتر فريق مصري دخل مرماه أهداف عام 23 من بين كل فرق الدوري المصري الممتاز والدرجة الأولى. الزمالك 53 هدف، محلة 43 هدف، سموحة 39 هدف، الاتحاد 38 هدف، تليفونات بني سويف 37 هدف، حرس الحدود 37 هدف، الداخلية 36 هدف، أسوان 35 هدف، ملاوي 35 هدف، الإعلاميين 33 هدف. طبعا دي كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. الزمالك جه عليه يوم من الأيام كان دفاعه هو الأقوى في الدوري، حيث مني مرماه في كل مسابقاته ب7 أهداف فقط. تحديد موعد نهائي كأس مصر. أثار تحديد الاتحاد المصري لكرة القدم لموعد نهائي كأس مصر في نسخة الموسم الماضي يوم 13 مارس المقبل جدل كبير حول ابتعاد موعد حسم بطل المسابقة في الموسم الماضي حتى هذا الموعد البعيد، خاصة وأن نصف النهائي سيكون يوم 4 أكتوبر مباراة الأهلي وإنبي، و8 نوفمبر مباراة الزمالك وبيراميدز.
كأس السوبر المصري الجديد والمكون من 4 أندية سيكون في الفترة من 24 ل 29 ديسمبر المقبل. من المفترض أن تلك المسابقة سوف تشهد مشاركة بطل كأس مصر. فرص الزمالك في التواجد في البطولة لا تزال قائمة، ولكن عقب ترحيل النهائي إلى ما بعد كأس السوبر بات هناك طرف آخر سيشارك ليكمل المربع الذهبي بعيدا عن بطل كأس مصر. وبالتالي هل يكون مخطط من اتحاد كرة القدم لإقصاء الزمالك عن المشاركة في بطولة السوبر بشكلها الجديد في ظل تمسك الأهلي بإبعاد الأبيض بحجة أنه معاقب نتيجة غيابه عن مباراة السوبر الماضية؟ هل سيحاول اتحاد الكرة إبعاد الزمالك بشكل طبيعي عن البطولة وفي نفس الوقت يكون قد حقق طلب وشرط النادي الأهلي؟ مبكر جدا 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 رئيس لجنة الحكام يتحدى. فجأة البرتغالي بريرا رئيس لجنة الحكام حسم مصير حكام مباريات القمة ما بين الزمالك والأهلي في الدوري، حيث أكد خلال تصريحاته من خلال مؤتمر صحفي أن جميع حكام الموسم المقبل سيكونوا مصريين بما فيهم حكام مباريات القمة، مؤكدا أنه لم يتم الاستعانة بأي حكم أجنبي خلال المباريات القادمة في الدوري وخاصة مباريات القمة. وتابع أنه تم اختيار 36 حكم إضافة إلى 7 حكام دوليين و52 حكم مساعد من أجل قيادة مباريات الدوري الجديد المنتظر انطلاقه. طب هو السؤال بس للأخ بريرا، اللي أعرفه يعني إن من حق أي نادي إنه يطلب بحكام أجانب في مقابل إن هو يدفع فلوسهم، وطبعا في شرط بتاع قبل الماتش ب10 أيام ده. لو دلوقتي نادي جه طلب بالكلام ده ودفع الفلوس، ساعتها هتقول له لا برضه مصريين ولا هتلبس المصريين برنيطة؟ حقيقة تدخل ممدوح عباس لحل أزمة زيزو. أوضح مصدر من داخل نادي الزمالك حقيقة ما قيل عن قيام المدعو ممدوح عباس بدفع مستحقات أحمد سيد زيزو لاعب الفريق. أخبار تواجدت بقوة على السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة الماضية إن ممدوح عباس قام بسداد كل مستحقات زيزو المتأخرة، إلا أن مصدر من داخل نادي الزمالك أكد أن هذه الأخبار غير حقيقية، وإن ممدوح عباس لم يقم بسداد مستحقات أحمد سيد زيزو كما تحدث البعض. ممدوح عباس تواجد بالفعل في مقر نادي الزمالك والتقى بالدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للنادي، إلا أنه لم يسدد مستحقات أحمد سيد زيزو. هو بالفعل قدم بعض المساعدات المالية للنادي بعيدا عن ملف أحمد سيد زيزو ومستحقاته المتأخرة. الكلام الكتير اللي اتقال عن باتريس كارتيرون ومحاولات الزمالك للتعاقد معه. مبدئيا كده اللجنة الحالية اللي بتدير نادي الزمالك مش هتتدخل في ملف كرة القدم والجهاز الفني من قريب أو من بعيد، فحتى لو لا قدر الله هيحصل أي تغيير في الجهاز الفني وهنتعاقد مع أي مدير فني مهما كان اسمه، فمش هيبقى قبل مجلس الإدارة الجديد ما يتولى المسؤولية. تاني حاجة، الأخ باتريس كارتيرون في تصريحات صحفية في قطر، هو طبعا حاليا المدير الفني لنادي أم صلاح القطري، اتكلم وقال ان هو لا يزال عنده مهمة مع إدارة ناديه لم ينتهي منها. ثانيا، هو لا يتفاوض مع أندية بلا رئيس مجلس إدارة. الزمالك يتفادى إيقاف قيد جديد. كشف مصدر من داخل نادي الزمالك ان إدارة النادي قامت بدفع مبلغ 25,000 فرنك سويسري مصاريف الاستئناف اللي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. تلك المصاريف التي طلب بها الاتحاد الدولي لكرة القدم من الزمالك قبل يوم 15 سبتمبر، وإلا كان سيتعرض لإيقاف قيد جديد. مصدر من داخل الزمالك أكد أنه تم تحويل المبلغ قبل 15 سبتمبر لإطالة مدة القضية. الزمالك مطلوب منه دفع مبلغ قيمته 3 مليون يورو بناء على حكم من المحكمة الرياضية الدولية. تم تقديم استئناف على الحكم وفي انتظار القرار النهائي. طبعا القضيه دي كلها بتاعت الاخ خالد بوطيب مهاجم الزمالك اللي رحل عن الزمالك في يناير 2020. السؤال هنا، احنا ليه لما بنمشي لعيبه ما بنخلصش معاها كل حاجه؟ ليه لما بنمشي لعيبه سواء بفسخ تعاقد او القصه كلها ما بتخلصش بورقه مخالصه، بدل ما احنا عمالين نطلع من قضيه نخش في قضيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كنا عرفنا من يومين معلومات من داخل نادي الزمالك بتؤكد ان اللجنه الثلاثيه اللي بتدير النادي بقياده الدكتور عماد البناني قدرت توفر مبلغ مش قليل بالدولار عشان تدفع مستحقات اللاعبين الاجانب في نفس التوقيت اللي عرفنا فيه ان الاخ سامسون كينيولا والاخ الثاني سيف الدين الجزيري خاطبوا الزمالك بشكل رسمي بانذارات رسميه من اجل المستحقات
المتاخره. لا، هم الصلاه على النبي يعني بيدوا في الملعب اللي يستحقوا عليه مستحقات. النهارده بقى عرفنا ان حمزه المسلوسي لاعب نادي الزمالك وظهيره الايمن ارسل انذار رسمي لنادي الزمالك بيطلب فيه مستحقاته المتاخره. اكد اللاعب انه لم يتقاضى راتبه ومستحقاته منذ فتره ليست بالقليله، واستفسر عن موعد صرفها، خاصه انه حصل على اكتر من وعد. قبل ما نبدا نهاجم اللعيبه، عشان بس الدنيا كلها تكون عارفه، اللعيبه مش هي اللي بتبعت الانذارات دي. الانذارات دي بتتبعت عن طريق الوكلاء او المحامين بتوع اللعيبه. وبالنسبه للاخوه التوانسه، فانا متاكد بنسبه كبيره جدا 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 ان المحامي والوكيل بتاع الاثنين هو الاخ انيس بن ميم، وما ادراكم بانيس بن ميم. موعد الحكم في قضيه استبعاد فاروق جعفر وحسين لبيب من انتخابات الزمالك. كشف الاعلامي اسلام صادق عن موعد الحكم في الطعن على ترشح فاروق جعفر وحسين لبيب على منصب رئيس نادي الزمالك. كان مرشح الرئاسي لنادي الزمالك ماجد الحنبلي قد تقدم بطعن على ترشح فاروق جعفر وحسين لبيب على منصب رئيس النادي. وكتب اسلام صادق عبر حسابه 23 سبتمبر الحكم في استبعاد فاروق جعفر من انتخابات نادي الزمالك. وانا مستغربه بس ليه اسلام صادق كتب فاروق جعفر بس، مع ان حسين لبيب وفاروق جعفر الاثنين مع بعض في نفس الطعن. ولا الاخ ماجد الحنبلي عامل طعنين ولا ايه وضعه من الاعراب؟ على العموم باذن الله الامور تعدي على خير وتنصل لغايه يوم 20 اكتوبر بدون دوشه وبدون مشاكل، وتتم انتخابات نادي الزمالك، وينعم نادي الزمالك ببعض السنين القليله حتى من الاستقرار. عضو مجلس الزمالك السابق لاحد المرشحين، بلاش الاسلوب الرخيص ده. وجه مصطفى سيف العماري عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق رساله الى احد المرشحين في الانتخابات الحاليه. وكتب مصطفى سيف العماري عبر حسابه على فيسبوك: انا اول مره في حياتي اشوف مرشح عايز تعاطف من الاعضاء. حبيبي، نصيحه، احنا مش في ملجأ، اشتغل على نفسك لو انت شايف نفسك كادر، احسن من الاسلوب الرخيص ده. انا بقى ما بحبش الكلام ده ولا الطريقه دي. سيد مصطفى سيف العماري، انت راجل محترم وعلى دماغنا من فوق، ولكن افضل لحضرتك انك لما تحب تتكلم عن حد تتكلم بشكل مباشر، قول فلان الفلاني، انما ترمي كلمتين وتسيب الناس تضرب اخماس في اسداس، ده كلام فاضي. تعليق جديد من الدكتوره ميرفت سيد احمد. ردت الدكتوره ميرفت سيد احمد المرشحه على منصب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك في الانتخابات القادمه على الانتقادات اللاذعه التي توجه لها من قبل بعض الجماهير لترشحها كأول امرأة لرئاسة الفارس الأبيض. وقالت الدكتورة ميرفت في تصريحات تلفزيونية: ما ينفعش ينزل خبر أو بوست إن أول امرأة مرشحة لرئاسة نادي جماهيري تكون التعليقات عليه روح المطبخ اعملي صينية بطاطس ولا مكرونة. الوزيرة وهي نازلة ما بتقولهاش اعملي بطاطس أو مكرونة. وزيرة الدفاع في فرنسا كانت حامل وداخلة على الجنود. أداء الوظيفة شيء وحياتك الشخصية شيء آخر. ما دام المقومات اللي بتساعدك في مهام وظيفتك موجوده وما بتفرقش ما بين راجل وامراه، ما دام فيك معايير الاداره الجيده والحوكمه اللي هتدير بيها، اهلا وسهلا. فوجئت في فيديو بقطع جزء من كلامي وانا بقول هفتح النادي الصبح واقفله بالليل. ليه ما خدتش باقي الكلام؟ انا قلت كده لان شايفه ان الزمالك محتاج ان رئيسه ومجلس ادارته لازم يكونوا متفرغين للنادي للعبور من ازمته، وانا متفرغه. أنا من 30 سنة بعمل في وزارة الشباب والرياضة، طلعت على المعاش من 4 شهور، صحتي كويسة جدا، وأولادي كبروا، وعندي قدرة على العطاء لمكان بحبه واتربيت فيه. أخويا أستاذ دكتور في تربية رياضية، لاعب سابق لقوس والسهم في نادي الزمالك، أنا بنت الزمالك، قدراتي وخبراتي تؤهلني لقيادته. عاوزة اللي بيكتب يكون أمين في النقد عشان نرتقي بالمجتمع. شوف الإيجابيات والسلبيات، وإذا كنت أقدر أخدم النادي أهلا وسهلا، ليه لأ؟ مش عارف ليه بحس ان تصريحات الدكتوره ميرفت بتاخد شويه كده شويه يعني جانب قضيه المراه. رسميا انتهاء ازمه فريق السله. اعلن نادي الزمالك واللجنه الثلاثيه التي تديره عن سداد مبلغ 2 مليون جنيه للاتحاد المصري لكره السله. الزمالك الذي قام بقيد لاعبيه في الاتحاد المصري لكره السله كان ينتظر فقط دفع مبلغ مالي حتى يتم التسجيل بصوره رسميه، حيث تم الاتفاق على جدوله كل مديونيات الزمالك مع الاتحاد المصري لكرة السلة. وسدد الزمالك مبلغ 2 مليون جنيه وتم قيد وتسجيل كل اللاعبين، وأصبح من حقهم المشاركة على أن يتم جدولة باقي المستحقات. الزمالك على موعد مع بطولة قطر الدولية الودية والتي ستبدأ يوم 25 سبتمبر الحالي وحتى 30 سبتمبر، وبالفعل تم تجهيز كل شيء يخص السفر
إلى الدوحة للمشاركة في البطولة. وفي نهاية فيديو النهاردة ونهاية أخبارنا أشكر حضراتكم على حسن المتابعة والاستماع، مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم كرة كل يوم مع مؤمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.